السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله جايلكم بفيديو جديد هنعمل فيه وصفة اكل تحفة جدا ومليانة بالعناصر الغذائية، وتنفع بقى فطار وتنفع بقى عشاء، جميلة بجد. تابعوني في الفيديو علشان خاطر تعرفوا الطريقة. بس قبل ما ابدأ الفيديو بتمنى منك انك انتي تعملي لي لايك، ولو انتي اول مرة بتشوفيني تشتركي في القناة وتفعلي زرار الجرس عشان اي فيديو انزله يوصلك الاشعار بتاعه. يلا بقى بينا نبدأ الفيديو. اول حاجه يا بنات، جبت هنا طاسه عندي على النار وحطيت فيها معلقه كبيره من السمنه البلدي. اهم حاجه ان تكون سمنه مش زيت. وبعد كده بقى هسيب السمنه ديت لحد ما تسيح خالص. خلاص بقى كده يا بنات، السمنه ساحت اهوت بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. انا مش عايزاها تقدح معايا ولا تسخن جامد ولا اي حاجه. بعد كده بقى هنزل عليها بطماطم متقطعه وفلفل اخضر حامي وفلفل اخضر بارد. ولو انت ما بتحبيش الحاجه حاميه تستخدمي فلفل اخضر بارد وخلاص. وبعد كده بقى هقلبها تقلبتين كده. انا مش عايزه الطماطم تتهري قوي، انا عايزاها كده بس يا دوب تدخل في السوا. واهم حاجه ايدك تكون فيها علشان خاطر ما تتحرقش منك. هنا كده خلاص يا بنات، الطماطم بتاعتي اهيت دخلت في السوا. وزي ما قلت لكم انا مش عايزاها مهريه قوي. بعد كده بقى هحط لها شويه من الملح، واحط لها شويه من الفلفل الاسود. بس مش بتاخد اي بهارات تانية، هو ملح وفلفل اسود وخلاص. وبعد كده بقى هقلبها كده الملح بالفلفل كده مع الطماطم والشطة، وهقلبهم كده بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. وبعد كده بقى هرجعها كده تترص كده زي ما انتوا شايفين كده. علشان خاطر انا عايزة كل مكان في الوصفة بتاعتي ديت يكون فيها طماطم ويكون فيها شطة. بعد كده بقى هجيب عندي بيضتين رباهم كده بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت، ضرباهم يعني. او 3 بيضات او على حسب الكميه اللي انت عايزه تعمليها. انا هنا مستخدمه بيضتين كبار. وبعد كده بقى هقوم حطهم كده بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. وهقوم مهديه عليه النار خالص علشان خاطر لسه هحط موتزاريلا على الوش، وعايزه الموتزاريلا تسيح معايا وتستوي معايا. هحط بس رشه ملح كده على الوش ورشه فلفل اسود علشان خاطر البيض. بعد كده بقى يا بنات هبتدي بقى ان انا انزل معايا عندي هنا لانشون، او ممكن بسطرمه زي ما تحبي. هنزله بقى كده بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. وعندي برضو جبنة موتزاريلا مبشورة. ممكن انتي تستخدمي جبنة رومي مبشورة، مش شرط يعني جبنة موتزاريلا، او اي نوع جبنة عندك ممكن تستخدميه. شيدر بس اهم حاجة يكون نوع بيسيح. بعد كده بقى هرصها كده بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت، بحيث ان كل مكان في الطبق بتاعي كده يكون فيه جبنة. بعد كده بقى هغطي عليه النار وهدي عليه درجة الحرارة خالص، علشان خاطر الوش بتاعي برضو يستوي، عشان خاطر ما اضطرش ان انا اقلبه. علشان ما ينفعش انك انت تقلبيه علشان خاطر الجبنة اللي احنا حاطينها كده على الوش. فهغطيه بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. وبعد كده بقى مش هيكمل معايا 3 او 4 دقايق بالكتير هيكون استوى وبقى جميل جدا. اهو زي ما انتوا شايفين تحفة جدا، الجبنة بتاعتي ساحت. وعايزة اقول لكم اللانشون مع البيض مع الخضار اللي فيها دوت مع الجبنة الموتزاريلا مدي طعم تحفة جدا. والله هتعملوها هتعجبكم قوي قوي. يا رب يكون الفيديو بتاع النهاردة عجبكم، وتكون الوصفة بتاعتي عجبتكم. ما تنسونيش بقى في لايك وشير وسبسكرايب للقناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.